مثل ما عم نشوف في تسوس متوسط إلى سطحي بهالضرس، ولكن التضاريس التشريحية للضرس جيدة جدا. فالطبيب راح يستخدم تقنية الستامب تكنيك أو تقنية الختم لحتى يحافظ على هالشكل هذا بعد ما ينظف الضرس من التسوس. الآن بدأ ينظف الضرس من التسوس بشكل كامل. مثل ما منلاحظ أنه التسوس نسبيا متوسط إلى سطحي، يعني معظم نسج الضرس سليمة. بعد ما نظف الضرس بحط المادة المبطنة، بيبدأ بخطوات الحشو اللي هو حمض الفوسفور، بعدين البوند، بنشف البوند، وبيبدأ هون بحط طبقات من الحشوة ولكن بدون ما ينشفها. شو السبب؟ السبب انه بعد ما يحط طبقات الحشوة راح يرجع الختم او الستامب اللي عمله، اللي فيه شكل او التضاريس الاولى للضرس الاصلية. مثل ما لاحظنا رجعها الان بعد ما بفكها، لقينا انه نفس التضاريس التشريحية للضرس رجعت. بيبدأ الآن بمرحلة التلميع. بعد ما نشف الحشوة بيبدأ بمرحلة التلميع وإزالة الزوائد من الحشوة، ومنلاحظ أنه الضرس رجع وكأنه بشكله الأولي.